السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم فيديو جديد ووصفة جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض الزبادي بطريقة سهلة جدا. طبعا عملت لكم فيديو قبل كده بالزبادي كان سادة. طبعا في اطفال كتير واولاد ما بيحبوش ياكلوا الزبادي السادة، فهنعمل لهم زبادي فراولة زي الشركات واحسن كمان بطريقة حلوة جدا وسهلة. مش هتجيبي حاجة من بره، نفس الزبادي ممكن تعملي سادة او بالفراولة زي ما انتم شايفين. ده قوامه مظبوط جدا اهو، في لمعة وكريمي جدا ومفيهوش مية. وهنقول مع بعض ليه الزبادي بيفصل منك، بيبقى الجزء اللي فوق مية او اللي تحت مية والزبادي ايه على الوش. طبعا زي ما انتم شايفين ده الفراولة، والابيض كمان زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو، طالع كريمي خالص. وهنقول مع بعض. اول حاجة جبت كيلو لبن او حليب، حطيته على النار غليته عادي وسبته لغاية ما يدفى خالص زي دمع العين. بعد كده جبت زبدية بلدي وحطيت عليها معلقتين كبار، او حطيت عليها نص كوباية حليب بالشكل ده ودوبها خالص لغاية ما تبقى كريمية بالشكل ده وسايلة. جبتها حطيتها على الحليب بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين. لو انت عاوزاه مسكر حطي له معلقة كبيرة سكر في قلب اللبن وتدوبيها خالص زي ما انتوا شايفين كده. هو هنزل بكمية الزبادي المدوبة بالحليب واحطها على اللبن بالشكل ده وهقلبها. بعد كده هنجيب مع بعض صينية فيها كوبايات ازاز او بلاستيك او اطباق فخار اللي انت حباه. طبعا عملنا نص الزبادي سادة بالشكل ده. النص التاني هنجيب باكو جيلي، هناخد منه نصه بس عشان باكو الجيلي ده بيتحط على كيلو الحليب، اما هنا ده نص كيلو فهنحط عليه نص باكو. طبعا زي ما انتم شايفين حطيناه بالشكل ده وهندوبه تماما. طبعا هنرضي الطرفين، هنعمل ابيض وهنعمل بالفراولة عشان نرضي الطرفين. طبعا انا هنا في الفيديو اللي فات قلت لكم ما ينفعش الزبادي يتعمل بجيلي. طبعا انا ممكن اخطأت في المنتج، في الماركه اللي انا كنت جايباها، فجربت دريم. زي ما انتم شايفين هدوبه تماما بالشكل ده. وبعد ما دوبت بعد ما دوبت الزبادي بالجيلي بالشكل ده، ورحت جايه ايه معبيهم في الكوبايات بالشكل ده وحطيتهم في صينيه. هنزل عليهم بميه مغليه زي ما انتم شايفين لغايه ما توصل لنص الكوبايه. زي ما انتم شايفين كده حطيت ميه مغليه، لازم ميه مغليه في نص الكوبايه. طبعا هنا هغطيها بصينيه تانية واكون مولعه الفرن يسخن، وطفيته ودخلت الصينيه فيه هسيبها 4 ساعات. بعد 4 ساعات زي ما انتم شايفين ده شكلها النهائي. شايفين مسك ازاي؟ ولا فصل ولا في ميه ولا في اي حاجه. لو وصلت معايا لغايه هنا في الفيديو ما تنسنيش تشرفني اللايك بتاعك والدعم للقناه. طبعا زي ما انتم شايفين برضو كوبايه البلاستيك مسكت اهي، عشان في ناس هتقول مش هتمسك، لا مسكت اهي وبقت زي الفل ما شاء الله. طبعا هنا هنشوف مع بعض القوام بتاعه. شايفين القوام بيطلع ازاي؟ متماسك جدا وكريمي، وشايفين اللمعه اللي فيه عامل ازاي. وطبعا طعمه ما يفرقش عن بره نهائي، جرب. طبعا زي ما انتم شايفين كريمي ازاي من جوه. ده كده كمان ما دخلش التلاجة، دخل كده بقاله 4 ساعات طالع من الفرن على طول وصورته كمان ما دخلش التلاجة. وشايفين السادة كمان عامل ازاي. طبعا قلت احضر السحور معاكم، طبعا اول مرة اعمل سحور على القناة. طبعا قلنا نغير شوية الجبنة القريش والفول. هنحمر بطاطس وهنعمل جبنة فيتا بالبقدونس والشبت وبيض بالبسطرمة زي ما انتم شايفين. طبعا مسكت البطاطس قشرتها وغسلتها كويس وحمرتها بالشكل ده كده اهو. وجبت البيض بالبسطرمة طبعا عملته، هحط عليه فلفل اسمر بالشكل ده وايه وهسويه. طبعا ده كده السحور بتاعنا. حضرت البطاطس والبيض بالبسطرمه وحطيت الجبنه وجرجير او خيار بيعوض السوائل والميه طول النهار، والزبادي اللي احنا عملناه. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقه بتاعتي عجبتكم. لو حابين نعمل افكار كل يوم للسحور اكتبولي في الكومنتات تحت، ومتنسونوش في اللايك.